مين أكتر نادي فاز بالدوري السعودي؟ مين أكتر لاعب بالتاريخ لعب مباريات؟ أهداف الدوري السعودي بالتاريخ، مين أعلى أهداف؟ بلش بال76 77، هذا أول موسم. النقطة الأساسية إنه مش الكل بيعرف عن تاريخ الدوري السعودي. معنا ضيف عزيز اليوم صقر فوت، صانع محتوى جيمنج وكرة القدم. عندي أكثر من 65 ألف متابع، معروف بصقر فوت في الانستغرام. أنا عندي تعاطف مع الاتحاد لأن جمهور الاتحاد طبعا في حسابي بالذات عندهم شعبية كبيرة. والاتي نادي الاتحاد من أجمل الجماهير في السعودية. الأهازيج والأغاني مستمرة 90 دقيقة. هاي الحلقة بدنا نحكي عن الدوري السعودي ونثقف. أنا كمان عم بتثقف أكيد كل يوم أكيد. عن الدوري السعودي، بما إنه لازم ندعم الدوري السعودي بكبره هلا والأشياء اللي عم بتصير هالأيام، جودة اللعب كمان، فلازم نثقف الوطن العربي أكتر. أنا كل يوم قاعد عم بقرأ عنه لأنه عم بثقف حالي أكتر فيه، لأنه لازم ندعم وصير نحضر الدوري السعودي، لأنه في عن جد لعيبة ممتازة، في نوادي ممتازة، الجود عن جد حلوة كتير. أهلا وسهلا بكل المتابعين بحلقة جديدة من شوط الجماهير. عمار سلامات. أهلا بدي أحكي إشي. احكي إشيين. آخر حلقة اللي عملناها عن السعودية جانا مشاهدة يعني ممتازة الصراحة، وبدي أشكر كل حدا، كل مشاهدين صوت الجماهير أكيد. وبس بدي أذكر كل حدا إنه مين المذيع بس؟ جانا كتير كومنتس وتعليقات، مين المذيع ومين الضيف. فيش لا مذيع ولا ضيف يا جماعة. احنا عاملين بودكاست عن كرة القدم، واحنا بس صديقين عم نحكي عن كرة القدم وآرائنا. واليوم حنزيد صديق ثالث معنا ضيف عزيز اليوم صقر فوت. أهلا وسهلا. أهلين، ما قصرتوا، أشكركم على شرفتنا يعني صقر. وأكيد عمار بدك كنت تقدم هيك نبذة عن الفترة اللي صرنا عم نحاول إنه صرنا أنا وصقر على الاتصال، يعني يمكن والله عم ببالغ، بس يمكن 4 أشهر 5 أشهر، وصلنا سنة يمكن سنة بس نبعث لبعض نقول فاضي لا مش فاضي، جاهز لا مش جاهز، لا هذا التاريخ لا والله ما أنا، يا أنا أو أنت ما بنقدر، يا هو ما يقدر. مرة مباراة ومرة سافرت كل مرة شيء. بس سعيدين جدا بوجودك أكيد معنا صقر، يعني شرفتنا ونورتنا. وأكيد الكثير من متابعينا حابين يعرفوا أكتر عن نشاطاتك. يعني أنت نشيط، إلك تواجد. أكيد. فالمايك is yours زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية. فإذا بتحب تعطي هيك نبذة أي مرة فيها من التصور طلع علي إذا بدك هذا. طبعا اللي ما يعرفني، أنا صانع محتوى جيمنج وكرة القدم. عندي أكثر من 65 ألف متابع، معروف بصقر فوت في الانستغرام، وإن شاء الله مستقبلا في اليوتيوب. إن شاء الله في المستقبل بيكون لي تواجد كبير إن شاء الله في منصة اليوتيوب. ويتأكدوا إنه يعملوا له فولو على الانستغرام. نحط لكم طبعا الاسم الانستغرام تاعه. وإنت على تيك توك أو يوتيوب أو بس يوتيوب وإنستغرام؟ هلا حاليا انستغرام وتيك توك. والله شوف، الانستغرام وتيك توك يعني بيعطوا شو بيسموها، بيعطوا سهولة متابعة للكثيرين. أيوة، بس برضو يوتيوب له أهمية. أكيد بنحط كل اليوتيوب قنواتك على لما ننشر هاي الحلقة. طبعا عمار كان عم بيحكي إنه الحلقة اللي عملناها عن الدوري السعودي كانت متابعة بشكل كبير. الدوري السعودي بات يجذب كل الأنظار، صح فعلا. وصار الكل بتابعه. بجوز النقطة الأساسية إنه مش الكل بيعرف عن تاريخ الدوري السعودي. صح. في ناس ما بتعرف بعض الأسماء الكلاسيكية، الأسماء الرائعة في الدوري السعودي. صقر أنا تكلمنا ومع عمار عن الدوري الإماراتي وعن الأسماء الكلاسيكية، عدنان الطلياني، إسماعيل مطر، بعض الأسماء. ففي برضو أسماء كلاسيكية في الدوري السعودي. بجوز عمار بده يعطينا فكرة. هلا كمان إحنا هاي الحلقة بدنا نحكي عن الدوري السعودي ونثقف. يعني أنا كمان عم بتثقف كل يوم عن الدوري السعودي، بما إنه لازم ندعم الدوري السعودي بكبره هلا والأشياء اللي عم بتصير هالأيام، الجودة اللعب كمان. فتاريخ يعني الدوري السعودي هو بلش بال76 77، هذا أول موسم كان. تمام. أول موسم للسعودية كان طبعا. وكان هو قبلها، هلا هو 18 نادي في بالدوري السعودي، بس قبلها كان أقل، كان 16 أصلا 18 أظن. آخر كم من سنة صار 18 نادي يعني. 34 مباراة بالسنة بتصير هي لكل نادي، زي الدوري الألماني يعني. زي الدوري الألماني. في ريليجيشن طبعا. بنزل بكل تأكيد 3 نوادي
في 3 نوادي بيطلع من الدوري اللي قبليه تحتيه طبعا. وعندك الكلاسيكو، السوبر كلاسيكو، في كلاسيكوز كثيرة، كثيرة، لكن هو بجوز الكلاسيكو الأبرز والأهم، وحتى ألوانهم تفرح العين. النصر والهلال، أكيد. الأصفر البرازيلي للنصر والأزرق الإيطالي للهلال، مش هيك؟ جماهيريا يعني وجماهيريا الفريقين من أكثر الفرق جماهيرية. الهلال هو زعيم كرة القدم فعلا السعودية والآسيوية، ونادي القرن الزعيم العالمي الآسيوي والعالمي. النصر العالمي، لأنه بتذكر في بداية الألفينات لما لعبوا كأس العالم للأندية في البرازيل كانوا مبدعين. صح. فهم هدول الناديين. بس صقر عنده تعاطف مع نادي من مدينة أخرى. أنا عندي تعاطف مع الاتحاد، لأن جمهور الاتحاد طبعا في حسابي بالذات عندهم شعبية كبيرة. نادي الاتحاد من أجمل جماهير في السعودية. الأهازيج والأغاني مستمرة 90 دقيقة. وحتى حيزعلوا منك طبعا الأهلي اللي حيزعلوا منك كمان. طبعا أكيد الأهلي جماهيرهم حاليا بهذه جديدة، وشفت أنا مقاطع صراحة. لا التيفو لا، والتيفو تبع الأهلي والتيفو تبع الهلال والنصر والاتحاد اللي هي التشكيلات الجمهور في استاد الجوهرة شيء لا يصدق. أحلى من أجمل أندية أوروبا فعلا. شفت يعني كرة القدم عم بيكون لها بريق كبير جدا في السعودية. وإحنا زي ما حكيت عمار، موضوع الدعم لازم ندعم صراحة نادي الدوري السعودي أكتر، ولازم نثقف الوطن العربي أكتر. أنا كل يوم قاعد عم بقرأ عنه لأنه عم بثقف حالي أكتر فيه. لأنه لازم ندعم وصير نحضر الدوري السعودي، لأنه في عن جد لعيبة ممتازة، في نوادي ممتازة، الجودة عن جد حلوة كتير. بدي أسألك سؤال، مين أكتر نادي فاز بالدوري السعودي؟ والله شوف، أنا زي ما أنت حكيت عمار، كلنا عم نتثقف. أنا ما عندي المعلومات اللي موجودة عندي مثلا في الدوريات العربية الدوريات الأوروبية الأخرى، بس بفترض أنه أكثر فريق فاز بالدوري السعودي هو النصر. لا، الهلال فايز 18 دوري، يعني فاز الدوري 18 مرة. النصر في الجدة الاتحاد 9 مرات والنصر 9 مرات، متعادلين الثاني الهلال مسيطر، يعني مسيطر. لا أكيد. لا كمان الهلال فاز 21-22 موسم 21، هاي آخر إشي فاز فيها طبعا. جميل. والاتحاد فاز السنة الماضية. الاتحاد هزيمته للنصر في المراحل الأخيرة كانت مهمة جدا، وانطلاقته للفوز بالدوري كان كويس. والانتقالات اللي قاموا فيها السنة شو رأيك فيها صقر؟ صراحة انتقالات رائعة، بالذات بنزيما هداف كبير في ريال مدريد. أنا زعلت صراحة على خروجه بحكم إني مدريدي تمنيته يستمر مع ريال مدريد، بس راح لنادي صراحة كبير وجمهوره كبير، ويستاهلون نادي الاتحاد لاعب من الطراز الرفيع مثل كريم بنزيما. شو رأيك بكانتي، ببعض الأسماء الإضافية؟ جوتا، حكينا عن جوتا شوي، شو رأيك بعض الأسماء؟ جوتا لاعب مميز في سلتك، ويعتبر موهبة بحكم إنه صغير. بس جمهور الاتحاد مستغرب منهم كيف يقولون يباله وقت يتأقلم واحتمال يطلعونه إعارة. والله شوف، يعني صرنا الأندية في السعودية صارت فعلا تستثمر حتى في المستقبل. يعني جوتا عمره 22-23 سنة فعلا. موهوب، واليوم بقول لك بدهم يودوه إعارة لأحد الأندية الأخرى في الدوري على أساس يقدروا إنهم يستثمروا بلاعبين آخرين. بلش قصص. هلا سمعت قصة بنزيما مع مدرب نونو. خلينا نسألك سؤال على هاي النقطة. أنت لو محل إدارة نادي الاتحاد السعودي وفي مشكلة بين نونو إسبيريتو سانتوس اللي هو المدرب السابق لوولفز وتوتنهام هوتسبير، صار مشكلة بين المدرب وبين كريم بنزيما، مين بتخلي؟ من بخلي أكيد بنزيما. فيعني لازم يروح نونو. الحكومة صحيح، أي شيء يطلبها سويه. صحيح والله. ريال مدريد خلوا بنزيما 13 سنة ولقب الحكومة راكب عليه كان. فبلشنا ندخل بقصص هيك، عرفت علي؟ أول إشي ندخل هذا إجا، هلا ندخل قاعدين بقصص طبعا مشاكل المدرب يعني هذا شيء طبيعي. طب هلا نحكي كمان بالدوري السعودي، مين أكتر لاعب بالتاريخ لعب مباريات؟ مش هداف. والله لاعب انا وياك بنعرفه منيح وبنتذكره منيح ومعروف. طب اعطينا هيك. حارس كان محمد الدعيع. أيوة. محمد الدعيع كان يلعب مع نادي الطائي.
من افضل حراس مرمى اسيا، كان حارس القرن في اسيا. مين حارس المفضل عندك في الامارات؟ خليني اسالك سؤال، بما انه الامارات والسعوديه اخوان يعني، مين؟ محسن مصبح ولا في حدا تاني؟ والله شوف حاليا مؤيد ناصر صراحه جدا رائع، عم بيقدم مستويات رائعه يعني جدا. اتكلم محليا ما اتكلم اكيد لا احنا ما هو شوف، واحده من المرات اللي حكينا انا وعمار عنها انه تخيل لو كان في دوري عربي، مش بطوله عربيه، دوري عربي. والله حلو. عرفت يعني يكون في ليج عربي، لا يعني دوري عربي 20 نادي، دوري مغلق، دوري عربي، ويكون في أندية من كل المدن الأساسية في العالم العربي. يعني مثلا تخيل في عندك الأهلي والاتحاد من جدة، النصر والهلال من الرياض، الأهلي والزمالك من القاهرة، الترجي والنجم الساحلي من تونس، فيصلي وحدات. وتخيل هذا الدوري يكون بهاي الطريقة. يعني تخيل المشاهدات كيف راح تكون. الأهلي، شباب الأهلي، أنا لسه بسميه أهلي دبي شباب الأهلي والوحدة والعين يعني. بس أقرب شيء لهذا الكلام هو الدوري السعودي الآن، لأنه بمثل كل دمج النجوم العالميين كلهم، وزعهم على الأندية بالتساوي، وهذا شيء رائع جدا. الدوري السعودي كمان يعني هلا أنا لإلي تعدى الدوري الفرنسي، صار هو بالتوب 5 يعني. اليوم لو بدي أسألك صقر، لو بدنا نرتب الدوريات الخمسة بالأفضلية وبكل حيادية وصراحة، رتب لي إياهم. بقول دوري إنجليزي أول شيء، تمام، بعدها الإسباني، بعدها السعودي، قبل الإيطالي قبل الإيطالي، أوف. بعدها الإيطالي، بعدها الألماني. جميل. عمار؟ أنا الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني والدوري السعودي. يعني بصراحة أتفق مع عمار، أتمنى إنه قريبا يعني بس السعودية مش سنتين 3 سنين ممكن يوصلوا. ممكن. طيب، والأخبار اللي عم تحكي إنه قد حامل اللقب في الدوري السعودي يشارك في دوري الأبطال، شو رأيك؟ شو بتعمل للدوري السعودي لو صارت هاي العملية؟ هاي إعلاميا شيء كبير، بتفتح مجال الأندية الأوروبية تستقطب لاعبين سعوديين حتى. أكيد. بس أنت بصراحة لو أنت لاعب سعودي اليوم بتسيب الدوري السعودي تروح تلعب بأوروبا؟ لا وين؟ لا أنت جايبين لك أحسن مدربين، أحسن لاعبين، أحسن منشآت رياضية. كمان الدوري نفسه بحمسك تضل. طبعا يعني في مستقبل كبير بالدوري السعودي. لسه هاي أول سنة، يعني أول سنة مع كل هاي النجوم، أول سنة مع كل هاي النجوم. السنة اللي بعديها أنا بدي أشوف شو حيصير يعني. والملاعب كلها اللي عم نشوفها بتكون على مستوى جميل يعني. أتوقع الملاعب كلها راح تتطور كمان. يعني عندي توقع إنه الملاعب كلها راح تصير أفضل وأفضل وأفضل. يعني أنت اليوم عندك استاد الملك فهد، أحد أيقونات ملاعب كرة القدم في العالم. بتذكر لما كنا نلعب فيفا، وحنحكي عن أحد الحلقات حنحكي عن فيفا، كان أحد من أجمل الملاعب بفيفا كان استاد الملك فهد. تختار الملعب صح. وتختار صح، كان واحد من أجمل الملاعب 5 ستارز كان يعني يصنف. واستاد الجوهرة بجدة من أجمل ما يكون. وبس عندك طبعا مين الناس اللي قاعدين الزعلانين من الموضوع؟ مين؟ يعني الإنجليز عندهم مشكلة دائما عندهم بتتابع الإعلام الإنجليزي صقر؟ مو بكثير يعني. في لحظات تطلع من أحسن شيء عملته، لأنه الإعلام يعني مستفز يعني ريتشاردز واللي معاه تطلع مرات لقطات. يا إلهي هذول يعني مدابحهم موضوع الدوري الإنجليزي، الدوري السعودي يعني مدابحهم. وبصراحة أكون صادق معك، أنا بحب رقي توني كروس. يعني توني كروس لاعب راقي، بس هذيك اليوم تعليقه، شفت تعليقه على آخر انتقال اللي هو جابرييل فيغا. انتقل من سيلتا فيغو، أحد أهم اللاعبين الإسبان، عمره 21 سنة، له مستقبل. انتقل إلى الدوري السعودي عشان يلعب مع الهلال، صح؟ مع الأهلي. فتوني كروس بحط تعليق باللغة الإنجليزية embarrassing. مش عارف يعني هو بالقصد انتقاد جابرييل فيغا، انتقاد قرار. مش قادر افهم يعني تلعب مع سيلتا فيغو ولا مع الاهلي؟ اليوم صار الاهلي احسن من سيلتا فيغو بالضبط. انا بالنسبه من ناحيه كل شيء الاهلي اهم من سيلتا فيغو. هذول كلهم خايفين. التغيير دائما الناس بتخاف منه، صح؟ خايف تغيير دائما الناس بتخاف منه. الناس اللعيبه عم بتركوا بكتير قاعدين على الدوري السعودي وخايفين ينزل. كم من شغله ينزل بطريق طويل المستوى شوي من النوادي الأوروبية يرفع الرواتب
عرفت بصير اكتر كومبيتيشن، يعني بتجيب لاعب يضطروا يدفعوا فلوس اكتر. يضطروا يدفعوا فلوس اكتر، وكل حدا هلا بصير يحضر بالدوري السعودي. تعرف هلا عملوا تعاقد مع 26 قناه الدوري السعودي، كانال بلس طبعا، انه يفرجوا كل المباريات. معلق برازيلي ومعلق اسباني ومعلق ايطالي. يعني انا اللي بتوقعه ان الناس اللي بتنتقد الاستثمار في هذا المجال مش عارفين انه في مردود في مردود من بيع التي في رايتس، من بيع حتى التيشيرتات. يقول لك تيشيرت نيمار في 24 ساعه باعت 10,000 نسخه اكثر. تخيل. طيب صقر، يعني بما انك انت جيمر صح تتوقع بالنسخه القادمه من فيفا اللي حيغيروا اسمها تصير FC 24 الدوري السعودي راح يكون، او خلينا نحكي الدوري السعودي راح يكون اوبشن موجود بالكارير مود والى اخره؟ اكيد انا اتوقع الناس حتى يوم بيلعبون مثلا في المجالس بين بعض دوري سعودي على طول دوري السعودي. خلاص قبل نختار باريس عندهم نجوم، الحين النجوم كلهم في الدوري السعودي خلاص. صح، كان باريس دائما فيه اسرع لعيبه على هلا في المجالس كله راح يشتغل على الدوري السعودي. طب لو بدك تلعب فيفا خلينا نحكيها وحنحكي اكثر، مين بتختار بالانديه السعوديه؟ والله يناسبني الاهلي حاليا، يناسبني لانه سريع، عندك محرز وماكسيم المهارات. طب بس برضه الهلال بعد الهلال نيمار ومالكم وعندك ميتروفيتش سفاح والهلال مميز انه عنده دكه قويه. سالم الدوسري وسابتش ميلونكوفيتش وعنده لاعبين حتى بونو وكوليبالي بعد، يعني هذا شيء ثاني. بقول لك لا، انت فكر فيها، الهلال كاسماء اقوى من اتلتيكو مدريد كاسماء. صح بيطلع لكل نادي بالسعوديه 8 لعيبه اجانب. يعني هل بيعتبروا العرب اجانب؟ سؤال مهم هذا والله. شوف انا بتوقع بلا يعتبروا اجانب أكيد. بس بتخيل الدوري السعودي راح يكون فرصه لكل اللاعبين العرب حتى، يعني انت مثلا في كتير لاعبين، لسه كنا نحكي عن لاعب اردني قدم الجوله الاولى جيده جدا في فرنسا، موسى التعمري. يعني مثلا لاعبين بمستوى موسى راح يكون هدفهم يلعبوا في الدوري السعودي، واسهل لهم يلعبوا بالدوري السعودي لما يروحوا على اوروبا. ونفس الشيء في الامارات، يعني الغساني حط جولين لا بس بعرفش حط جولين ضد النصر حتى بعرفش اذا هلا حيكون اسهل لهم يلعبوا الدوري السعودي. ممكن يكون اصعب، صار كثير اصعب. بس ما هو خلينا نكون واقعيين كمان، في عندك انت غير انديه القمه اللي هم الأربع أندية، 2 رياض و2 من جدة ومن الدمام اللي هي المدن الرئيسية. عندك أندية أخرى بدها تستثمر. الشباب عندهم بنيقة بنيقة لعيب جدا. هو بعد في دوري أبطال آسيا ترى في شرط في دوري أبطال آسيا تلعب لاعب آسيوي كمان، ينقص أجنبي واحد تلعب لاعب آسيوي. والله. فالاتحاد حاليا يفكرون يطلعون الحارس قروهي ويبون العويس من تفضل. فهي فرصة، أنا شايف أنها فرصة للكثير من الأندية. هداف دوري السعودي بالتاريخ مين أعلى أهداف؟ أعلى رقم أهداف بليس الصحراء. بليس الصحراء ماجد عبد الله. وأنا يعني بجوز أنت ما شاء الله عنك لساتك شاب. ماجد عبد الله على أيام أنا كنت يعني كان لاعب. الأخ محمود 88 سنة. لا بس لحق على كلهم. بس ماجد عبد الله كان أحد أساطير كرة القدم العربية والآسيوية. يعني أنا بتذكر أيام الثمانينات كان في 5 أسماء نارية في عالم كرة القدم الخليجية. كان في فيصل الدخيل، جاسم يعقوب من الكويت، ماجد عبد الله من السعودية، المرحوم أحمد راضي من العراق، وعدنان درجال اللي هو وزير الشباب العراقي، مش عارف حاليا أو في الوزارة السابقة. هاي ال5 أسماء كانت نارية. طبعا عدنان الطلياني انضم لهم بال1990 لما الإمارات تأهلت كأس العالم. كانت أسماء رائعة. ماجد عبد الله كان لاعب عالمي، وبتذكر في مباراة لعبوا فيها نجوم العالم ضد نجوم السعودية أو شيء زي هيك، وماجد عبد الله أحرز فيها أهداف، كان فيها نجوم على مستوى عالي جدا، وكان في كل مميزات الهداف: الطول، القوة الجسدية، المهارة، وساهم في انتصارات كثيرة للمنتخب السعودي. 189 هدف مع النصر مسجل وهو هداف السعودية كمان. يعني لاعب 70 هدف ب 117 مباراة. طيب سؤال بجوز صقر صعب عليك لأنه برضو في جيل الجيل الماضي. هل سامي الجابر واحد من 10 الأوائل في تاريخ الدوري السعودي من ناحية التسجيل؟ تتوقع أنه واحد من 10 الأوائل؟ سامي الجابر. أي مركز تتوقع؟ توقعات. الثامن.
صحيح. يعني هذا توقع ولا عندك المعلومة أنت؟ توقع والله توقعوا مين حيفوز بدوري الأبطال والله هذه السنة بالنسبة لي على طاري دوري أبطال حاط في راسي إنه بعد السيتي ممكن يحقق مرة. والله أنا معك، بس قول مانشستر سيتي هاي السنة أضعف من السنة الماضية. أضعف، بس الحين جابوا دوكو البلجيكي موهبة. يعني حنحكي عن بس طيب سؤال تاني، الدوري السعودي مين حيفوز هاي السنة؟ هذه أصعب شيء. أصعب شيء، بس حاط في راسي حاليا الأهلي. الروح اللي قاعد يلعب فيها الأهلي، عندهم لاعبين ممتازين. بغير اللاعبين تشوف الجمهور كيف يشجعون بشغف فعلا، يعني تحس الجمهور لاعب رقم 12. انت عارف في احد اساطير النادي الاهلي لاعب سوري كان هداف لا يصدق، وكان احد نجوم الاهلي السعودي لفتره طويله جدا، وهو الثالث في هاي لائحه الهدافين. جد؟ عمر السومة. عمر السومة كان كريستيانو العرب. انا هيك كنت يعني اعتبره زي كريستيانو رونالدو فعلا والله نفس يعني قدم مستويات رائعه جدا. يا ريت كان موجود بهاي الفتره اللي فيها النجوم كلها، لانه عمر السومة كان لاعب ما يلاعب زي ما بيقولوا، صح؟ رائع جدا. طب هل فكركم بما انه هلا الدوري السعودي صار فيه نجوم، هو كان فيه نجوم عرب طبعا أكيد. بس هلا صار فيه نجوم كمان من كل انحاء العالم، لازم يعمل كيف كرة السلة NBA بيعملوا اول ستار جيم، مباراة نجوم. انا سمعت فعلا بيسوونها، بيبون على الاقل اعمل ديربي او مش مباراة بين أندية الرياض ضد أندية جدة. حلوه الفكرة، وتكون ذهاب وإياب. يعني اول ستارز مش انت بدك تعمل اول ستارز، لازم حرام يعني ما بصيرش يعني تعملها ايست ويست، تعملها حلوة هاي. ما بقول لك يعني الرياض تاخذ معها المنطقة الشرقية، الرياض والمنطقة الشرقية تصور وجدة مع الشمال. تصور تعمل مباراة، لا بتعملها على نهاية الأسبوع، خميس أو جمعة سبت، أول يوم مباراة نجوم للشباب السعوديين. لا اسمع، نجوم روكيز يعني انت قصدك ايه؟ روكيز اول شيء. لا سيلبرتي حلو. نجوم مغنيين، نجوم مع تليفون معالي تركي آل الشيخ نعطيه الفكرة يعني الفكرة ويكند كامل بدك تعملها، نفس افتتاح قصدك كاس العالم كيف سوى كيف هو بده ويكند كامل يا عمار. مباراة أول إشي مباراة سيلبرتيز مين بجيب ممثلين مغنيين جميل عرب جدا. بيلعبوا ضد بعض. في حراسة المرمى راشد الماجد، في خط الهجوم حد حمد هيك يعني الوضع. طيب جيب محمد عساب اللي بدك اياه كويس، محمد عساب بيلعب قدم، يلا جيب تعمل فريق نجوم اللي هو هوليوود العرب يعني، مش مفهوم. حلو الفكرة. هاي أول مغنيين ضد الممثلين. بعديها عندك كمان مهارات، تعرف كيف بيعملوا سكيلز هاي زي الدنك كومبيتيشن. الأجانب يسووها جابوها، بس جيبها أنت وتعمل مثلا ركلات حرة مثلا، ضربات جزاء ويكند كامل، وكل من أنحاء العرب بيجوا. وآخر شيء بالويكند هاي مباراة كل النجوم بالضبط. يا سلام. وبقى فيها أحسن لاعب بالمباراة بأخذ جائزة. حلوة جدا الفكرة. تصور يعني ولا وبدك تعمل معاها الاي سبورتس كمان. بطولات البلاي ستيشن اي سبورتس للعرب، لانه ابطال العالم ابطال العالم بالسعودية كانوا صح. بطل العالم الحالي من وين؟ لعبة فيفا حاليا هولندي مانويل باتشوري اسمه، هولندي. واخر نسختين او 3 نسخ اللي قبله كله اجانب، اخر عربي كان مساعد الدوسري. واي باي سنه فاز؟ هذه 2018 اعتقد او 17. ففي عندك نجوم على هاي والله يا عمار دخل لي الاي سبورتس على الويكند تبعتك. فيعملها ويكند، عرفت جمعه سبت يومين 3. افتحها للعرب، انا بروح بحضر. هلا بشوف بجيب تذكره بكره بنزل على طبعا. انت بس ما بتجيبها بس يعني انت جايب الناس عشان يحضروا. لا بدك تعمل ايفنت، كونسرتس واغاني وحفلات، وبدك تعمل ويكند متكامله يعني عندك. وبعديها سياحه، الشغله سياحه السعوديه هو بالذات الاجانب اللي جو وصل لحالها مهم. هاي الاول ستارز ويكند مهمه جدا يعني للموسم الكروي كثير. وبتفتح حتى شوي تجيب سياح من برا من اوروبا، مش بس من العالم العربي. شفت المباراه اللي جابوا باريس ضد نجوم الدوري السعودي اللي صارت هاي كان عليها ضجه اعلاميه، لان رونالدو لعب ضد ميسي اخر مره. هي اللي بكره يعملوا MLS ضد الدوري السعودي، شو رايك؟ يلا هو رونالدو ضد ميسي اهم شيء. طيب الكلاسيكو السعودي، الهلال والاتحاد، مين في 153 مباراه بيناتهم صاير
بالتاريخ يعني. الزعيم والعميد. مين؟ الزعيم الهلال والعميد الاتحاد. طيب قد ايه مين عنده الهلال قد ايه فاز؟ افضليه؟ اذا في 153 مباراه لعبوا بين بعض، الهلال قد ايه فاز والاتحاد قد ايه فاز؟ انا اعتقد اغلبيتهم هلال، انا اعتقد صعبه هاي. اتوقع يعني فرق مش كبير على العموم، يعني مثلا حيكون 70 انتصار للهلال 60 انتصار للاتحاد والباقي تعادل، هيك اتوقع. ممكن صح. 66 للهلال قريب، 43 للاتحاد، اوكي، والباقي تعادل. يعني طب مين في اسماء بنادي الاتحاد بتتذكرها؟ اذا بتتذكر اي اسماء من نادي الاتحاد، تذكر اسماء لاعبين من الاتحاد؟ انا عشان هيك بدي اثقف حالي، بدك تصير تتابع اكثر. انا بتذكر الاسماء القديمه اللي كانت ممتاز جدا. كان عندك حمزه ادريس، طبعا حمد الله هلا اللي عم يجيب دبل كيكات، قاعد حمد الله احد اساطير نادي الاتحاد يعتبر. جوله بقول لك والله عالمي. بقول لك هلا عم بحضر انا كل مباراه قاعد جوله يعني الهلال الجميل فيه انه جاب لاعبين عربي كتير. بشار عبد الله وبران من الكويت، جاب الحوسني من عمان اذا بتتذكر، لعب معاهم اذا انا مش غلطان. كان معهم كمان صلاح الدين بصير المغربي. يعني كان في أسماء جميلة مع الهلال السعودي بالزمانات. في يعني فريقين أنا كنت دائما أتابع المباريات الكبيرة، بس بكل أمانة كنت أحضر مثلا هلال اتحاد أحضر، وكان في مربع اسمه المربع الذهبي لدوري خادم الحرمين الشريفين. زمان كان شو يعملوا؟ الأول والثاني والثالث والرابع يلعبوا بلاي أوف بعدين يعني في ترتيب الدوري، بعدين يعملوا مربع الذهبي. كان أجمل ما يكون. وبتذكر ليش، بتعرفوا ليش كانوا يسموا النصر العالمي كمان؟ لأنه جاب ستويتشكوف. تتذكر خريستو ستويتشكوف؟ راح على لعب 3 جيمز لعب 3 مباريات خريستو ستويتشكوف. اوف والله ما بعرف هاي المعلومة. وإذا أنا مش غلطان روماريو لعب معهم كمان. جد؟ روماريو وخريستو روماريو لعب في السعودية 100%. لعب 3 أو 4 مباريات وغالبا مع النصر. فبجوز نطلع المعلومة، حاول تشوفها عمار. الستويتشكوف أكيد لعب. وبتذكر لعب بكأس السوبر الآسيوي، والله كان بطل دوري الأبطال ضد بطل كأس الاتحاد الآسيوي، وعشان هيك كانوا يسموه العالمي. بس بتذكر يعني كان من أجمل ما يكون. طب أنا هيك آخر الحلقة في إشي بدك، أنا قبل ما ندخل على في عنا إشي اسمه الشوط الإضافي، أسئلة سريعة بس هيك نسألها للأخ صغير. وطبعا طيب خلينا أول آخر نقطة بس أسأل صغير عن موضوع الدوري السعودي. رتب لي التوب 4 لو سمحت. التوب 4 هذا السؤال الشوط الإضافي. خلينا ادخل معناته الشوط الإضافي. يلا على الشوط الإضافي. طيب هلا تفضل أخ صغير، رتب لي الدوري السعودي التوب 4 في نهاية الموسم. مين تتوقع؟ الأول الأهلي، الثاني الهلال، الثالث الاتحاد، الرابع النصر. اوف كريستيانو حيطلع خالي الوفاض. طب مين هداف الدوري السعودي حيكون؟ سوري عمار، مين حيكون هداف الدوري السعودي في نهاية الموسم؟ كريستيانو. مش بنز؟ لا مش كريستيانو. لأن أنا أشوف بنزيما على آخر المباريات لو تلاحظ جماعي أكثر، حتى البلنتي فني جماعي. أنا والله شفت البنالتي أعطاه لحمد الله، استغربت شوي. لاعب خلوق ما يفكر. بنزيما ما يفكر جميل. في الأرقام، ما يفكر. بنزيما جميل. الأرقام هي اللي تجي. حلو. مين إذا أنت بتقدر تختار لاعب واحد يجي أو يجيبوه الدوري السعودي هلا، مين تختار؟ أي لاعب؟ مودريتش. في احتمال، كان في بعض الأخبار تم تداولها إنه مودريتش قد ينتقل إلى الدوري السعودي. طب أي نادي يحتاج مودريتش أكتر شيء؟ حسب الاتحاد. الاتحاد بيقولوا بدهم يجيبوا محمد صلاح. صح. شو رأيك؟ أعتقد ما راح يروح. شو فكرك تأثير اللي حيصير إذا جابوا محمد صلاح؟ تأثير كبير صراحة. ومحمد صلاح بيزبط بجدة، لأنه الجالية المصرية في جدة يعني مدينة يعني عرفت. هذا الحالك تجيب جمهور. طيب شو كمان ما تسألت كل الأسئلة يا أخ. أسفين. مين المذيع بالضبط يا عمار؟ يسألون في الكومنتات الحين. شفت مين المذيع بالضبط؟ تفضل. لا السؤال الثاني سألناه اللي هو مين أفضل لاعب إلك هلا حاليا عربي في الوطن العربي. سؤال جميل هذا. مين أحسن لاعب عربي؟ والله سالم الدوسري فترة كان مبدع الصراحة، أيام على وقت كأس العالم. الحين صار دروب في مستواه شوي قام يرجع. أنا ما شفت لاعبين مميزين يعني مثل سالم الدوسري.
طيب ومحمد صلاح، رياض محرز، هذا الدوري لا، السعودي هو بيحكي عربي. لا انا بحكي عربي من الوطن العربي يعني. محمد صلاح من الوطن العربي. فكرت لخبطت. رياض محرز مش رياض محرز جزائري كمان. رياض محرز. طيب اعطينا هيك احسن لاعب عربي مين تتوقع؟ طبعا انا عارف انك اخذت اللاعبين بيلعبوا في الدوريات المحليه، لكن احسن لاعب عربي في الاجمال. طب عربي من اصول عربيه كمان؟ لا يمكن ما يكون عربي بيلعب مع منتخب عربي اكيد. رياض محرز قبل صلاح. انا احب رياض محرز بالذات لانك بتحب سيتي. بحب سيتي على صوب الكنترول اللي عنده الحاله متاع لعيب. طيب. وفنان بصراحه. طيب لاعب عربي من اصول عربيه، مش ضروري يكون يعني ممكن يكون فرنسي عربي مثلا، ممكن يكون بنزيما يعني بنزيما صاحب البالون دوري بالتاريخ. لا زيدان شو رايك؟ اتفق. شكلك شاكك. زيدان. هاي اخر الحلقه. والله صقر سعيدين جدا باستضافتك بحلقة عن الدوري السعودي. الكلام والحديث يطول عن كرة القدم السعودية، وبصراحة لا نص ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات تكفي. لا نهائي. وإن شاء الله أنه بيكون في حلقات أخرى في المستقبل نحكي فيها عن كرة القدم السعودية. شكرا لك. عفوا. طبعا أنا سعيد بالاستضافة وتواجدي في برنامجكم شوط الجماهير. أنا صراحة شفت الحلقة الماضية عن الدوري السعودي، شفت التفاعل الكبير من قبل الجماهير العربية بالذات السعودية، انبسطوا وايد يعني باسلوبكم والحوارات، ولين الحين يسلمون من المذيع. والله احنا التنين مذيعين. عمار شكرا جزيلا. صقر شكرا جزيلا. متابعينا بنشوفكم بحلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.